أتاكم خطنا حبا وودا نطرزه بأنواع الود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة مملكة أنوار الصالحين مع أخوكم الشيخ المغربي. اليوم عمل من الأعمال الخطيرة، طلاسيم يكتب في الكف أو في اليد، يعني الكف، وهناك من يقول اليد، سواء رجل أو امرأة، يعني حتى النساء يمكنهم استعماله وحتى الرجال يمكنهم استعماله. إذا كانت المرأة تريد أن تجلب أي شخص أو تريد أن تقضي من شخص معين أي شيء، تكتب هذا الطلاسيم في ساعة الزهر ثم تتجه إلى ذلك الشخص أو أي شخص كان مهما كان. وإذا كان لرجل يكتبه في ساعة القمر ثم يتجه إلى أي فتاة أو إلى أي شخص كان يريد أن يقضي منه حاجته، كما قلنا سواء الرجال أو سواء النساء. يكتب ثم يكتب بحبر روحاني ثم يتجه للشخص المعين الخاص به. وهذا العمل إخواننا الكرام لا يحتاج لشرح كثير، فهو مجرب وصحيح ومجرب تكرارا ومرارا يا إخواني الكرام. وإذا أردت أن تجربه على بهيمة حتى تعرف قوة هذا العمل. إذا جربته على بهيمة فقط لمسها ثم سوف هي تتبعك يا أخي الكريم أو يا أختي الكريمة. قبل أن نبدأ كما تعودنا صلوا على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا معلم موسى علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتينا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كما قلنا يا إخواني الكرام، يكتب على الكف اليمين أو على اليسار، ليس مهم، المهم تكتبه يكون الكتابة على الكف. سوف نكتبه أمامكم على ورقة أولا حتى يكون واضح. الكتابة يعني هو سهل بهذه الطريقة سوف تكتب، وهو سهل في الكتاب، ولكن لا تكتبه إلا بالحبر الروحاني، تصنعه في المنزل وتكتبه بهذه الطريقة، ثم تكتب أسفله: توكلوا بجلب من نظرت إليه فقط. هذا ما سوف تكتب: توكلوا بجلب من نظرت إليه، هذا ما سوف تكتب. ثم سوف تتجه إلى الشخص الذي تريد أو أي شخص كان، أي شخص ليس شخص معين. إذا كان لديك شخص معين تتجه إليه مباشرة. إذا كان شخص لا تعرفه وتريد أن تجلبه فقد تنظر إليه أو تلمسه بيدك، فإنه سوف يتبعك وسوف تطلب منه أي شيء سوف يقضى. أتمنى لكم التوفيق والتيسير، ولا تنسوا الاشتراك مع إخوانكم ومع أصدقائكم حتى نستمر في وضع الفوائد. وكان معكم أخوكم الشيخ المغربي من قناة مملكة أنوار الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.